السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه اللي هيحصل لو بطلت تدخين لمدة سنة؟ هنعرف مع بعض من اول دقيقة لحد مرور سنة كاملة. بس في الاول اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. المرحلة الاولى، اول ساعة بعد اخر سيجارة. اول ما تطفي السيجارة معدل ضربات قلبك بيبدأ ينزل تدريجي، وضغط دمك بيبدأ يهدى، والدورة الدموية بتتحسن لان النيكوتين كان بيشد الاوعية الدموية. واول 20 دقيقة جسمك فعليا بدأ يطرد السموم. بعد 8 ساعات من اخر سيجارة، مستوى اول اكسيد الكربون في الدم بيقل للنص تقريبا، ودلوقتي خلايا جسمك بتتنفس صح، ودي اول خطوة في رحلة التعافي. بعد 24 ساعة، بعد يوم واحد بس، خطر إصابتك بالسكتة القلبية بيقل، والقلب بيبدأ ياخد أكسجين أكتر، والشرايين بتنضف من المواد الكيميائية اللي كانت مضغوطة فيها بسبب الدخان. بعد 48 ساعة، حستين كانوا مختفيين: الشم والتذوق. جسمك بيبدأ يصلح الأعصاب الحسية، والأكل حرفيا طعمه بيتغير فجأة. بعد 72 ساعة، يعني 3 أيام، الشعب الهوائية بترتاح، والتنفس بيبقى أسهل، وكتمة الصدر بتقل، وهتحس إنك قادر تاخد نفسك أعمق، وده معناه إن الرئة بدأت تستعيد قوتها. وأصعب فترة اللي هي ما بين 3 أيام و3 أسابيع. الحقبة دي أصعب مرحلة: انسحاب، عصبية وصداع ورغبة شديدة في التدخين ونوم مش مظبوط. لكن الحلو، كل الأعراض دي مؤقتة، وعلامة إن جسمك لسه بيصلح نفسه. بعد أسبوعين لثلاث شهور، هنا تبدأ رحلة التحسن الواضح. الدورة الدموية تبقى ممتازة، وتمشي أسرع، وتتنفس أعمق، والكحة بتقل، وكمان الجسم بيبدأ يطرد المخاط المتراكم في الرئة، والرئة بتنظف نفسها بنفسها. المفاجأة إن طاقتك بتزيد، وتحس إنك أخف، ونومك بيتحسن، والجلد يرجع للونه الطبيعي، ودي المرحلة اللي الناس كتير بتحس إنها رجعت شبابها. بعد 6 شهور، الشعب الهوائية بترجع لحجمها الطبيعي تقريبا. الكحة اللي كانت مزمنة بتقل بنسبة كبيرة، ومعدل العدوى الصدرية يقل، لأن الخلايا اللي بتدافع عن الرئة بترجع شغالة بكامل قوتها. ولو بتلعب رياضة أدائك بيتحسن جدا، ولو بتطلع سلالم هتتفاجئ إنك مش بتلهث زي زمان. بعد 9 شهور، الرئة في المرحلة دي شبه جديدة. شعيرات صغيرة اسمها سيليا اللي كانت ميتة بسبب الدخان رجعت تشتغل، ودول المسؤولين عن تنظيف الرئة من الأتربة والفيروسات. يعني من الآخر جهازك التنفسي بقى أقوى ضد أي عدوى. بعد سنة كاملة، بعد سنة من الإقلاع، خطر إصابتك بأمراض القلب والشرايين بيقل للنص، والرئة قدرتها بتزداد بنسبة توصل ل10 أو 15%. نفسك أطول، وصحتك أحسن، وطاقتك أعلى، وبشرتك أنضف، ووشك أصغر، وطبعا فلوس أكتر في جيبك. في النهاية، رحلة الإقلاع مش سهلة، بس التغيير الحقيقي بيبدأ من أول دقيقة. جسمك بيكافئك في كل مرحلة، ولو وصلت للسنة فانت مش بس بطلت عادة سيئة، انت رجعت صحتك وحافظت على حياتك. ولو ناوي تبدأ، لازم تبدأ من النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.